لقد تلقيت أمركم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أدائي للمهمة التي كلفتموني بها على نحو يرضاه شعبنا وترضاه أمتنا. الاستفتاء الشعبي على رئاسة الجمهورية أمانة ومسؤولية. أعدكم بدوري أن أعطيها كل شيء بلا تردد وبلا تحفظ، وبكل ما يملكه الجهد وتتسع له القدرة، وأثق ثقة كاملة مستمدة من إيماني بالله وإيماني بالشعب. أيها الإخوة المواطنون، لابد أن أصارحكم أنني أعتز بالنتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي. إن أكثر من 6 ملايين قالوا نعم لترشيحي، وأكثر من 700,000 قالوا لا. وأعتبر بأمانة أن هذه ظاهرة صحية، وإن كنت أود أن أضيف اعتقادي الشخصي بأن الذين قالوا لا لم يقولوها اعتراضا على الثورة ولا على استمرار الطريق. نعم، وللذين قالوا لا. إن الوطن للجميع، والمسؤول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء. لقد شرفني أن يقول أكثر من 6 ملايين رأيهم بنعم، واعتبرت ذلك حسن ظن مسبق أعتز به، وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن أكون أهلا له وجديرا به. ولقد شرفني في نفس الوقت أن يقول أكثر من 700,000 رأيهم بلا، ولم أعتبر ذلك رفضا، وإنما اعتبرته حكما مؤجلا. وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن أصل بالأمانة إلى حيث يجب أن تصل الأمان، وأن يجيء الحكم المؤجل قبولا حسنا ورضا من الناس والله في نهاية المطاف.